السلام عليكم. راح أعرض لكم الآن فيديو لأكبر دجال في تاريخنا المعاصر. شاهدوا الفيديو. لذلك عندما نرى القمع الوحشي الذي لم نراه سابقا في الجامعات الأمريكية ومثلها في فرنسا ومثلها في ألمانيا، وأي تظاهرة تدل على انتقاد إسرائيل أو الوقوف إلى جانب غزة، فالهدف الأول هو ليس بالضرورة إسرائيل تحديدا، ولو أن إسرائيل هي ربيبة الغرب. الحقيقة هذا القمع الوحشي الذي نراه والغير المسبوق يعبر عن حالة هلع للمنظومة الغربية بشكل عام. الفيديو هذا لبشار الأسد خرج من عدة أيام في خطاب طنان رنان كعادته، ما في إلا الخرط والكذب والدجل إلى آخره، ما علينا. انتقد به بشار الأسد سياسة الغرب وأمريكا في قمعهم للمظاهرات اللي خرجت بالجامعات الأمريكية والأوروبية من أجل أهلنا في غزة، وعلق أنه هو إلى الآن ما شاف مثل هذه الوحشية، يعني ما مر على التاريخ مثل هذه الوحشية. هذا المتحدث بشار الأسد منذ 13 عام ما خلى نوع من الميليشيات الطائفية الإجرامية إلا دخلها من الخارج لقتل شعبه تحت شعار الأسد أو نحرق البلد. ما خلى نوع من أنواع الأسلحة المحرمة دوليا إلا ضربها على شعبه. سوريا دمرها بالكامل، أكثر من 1,000,000 شهيد، عشرات الآلاف من النساء، عشرات الآلاف من الأطفال، عشرات الآلاف من الشيوخ اللي ما لهم أي ذنب قتلهم تحت شعار الأسد أو نحرق البلد. أكثر من 500,000 معتقل غالبهم أهلهم ما يعرفون شيء عن مصيرهم بالسجون، يعانون أشد أنواع الإجرام والوحشية في العصر أو في التاريخ. أكثر من 14 مليون من السوريين مهجرين في جميع أنحاء العالم بسبب بطشه، وغالبهم لو رجعوا راح يواجهون نفس مصير اللي واجهوه الموجودين بالسجون الآن. هذا المتحدث ما خلى نوع من حقوق الإنسان أو الحيوان أو البيئة إلا وانتهكوا. كل الجرائم التي عرفها التاريخ مارسها في شعبه تحت شعار الأسد أو نحرق البلد. لك يا خبيث، بطشت أنت بطش ما بطشه الجبابرة في العصر الحديث كله. تكذب كذبة حتى أنت نفسك أنا متأكد أنك مانك مقتنع فيها، ولا حتى زبانيتك اللي ينافقوا لك ولا أي أحد، لأنه العالم كله شاهد إجرامك على مرأى الجميع منذ 13 عام، وما زلت تمارس هذا الإجرام وهذا البطش وهذه الوحشية اللي شافها العالم كله. ما خليت نوع من المحرمات الدولية أو المحرمات الدينية أو المحرمات الإنسانية أو المحرمات الاجتماعية إلا ومارستها. وحشية ما بعدها وحشية، طاغوت العصر بلا منازع. ولكن هذا الفيديو اللي يتكلم فيه لا ينطبق عليه إلا قول مثل العاهرة التي تحاضر بالشرف. كلكم سمعتم بالمثل، وإن كان أحد لا يعرف معناه فهذا معناه مجرم ويتحدث بالإنسانية.